السلام عليكم. ده شكل البلور لما بيكون عليه تراب برذاذ زيت شغال في مكان فيه مأكولات سريعة. فطبعا رذاذ الزيت مع الهواء مع التراب بيخلي الكويل زي ما انت شايف. والبلور كده مليان تراب، ما بيطلعش من نفخ البلور ولا بيطلع من انك انت تمشي على اي حاجة. لازم يبقى في حاجة حادة علشان تبقى كل ريشة بتحاول انت تكحت اللي طالع ده تراب عليه زيت، يعني ده متراكم عليه زيت فبيبقى تراب تقيل وماسك في مكانه. لازم ان انا احاول ان انا افك، يعني اكحت بحاجه كده علشان التراب ده يخرج من مكانه خالص. فببقى الموضوع ده مع ريشه. في بقى حاله تانية بيبقى الريشه دي مليانه تراب، بمشيها بفرشه، بس عشان في اماكن بيكون في انذار للتراب وكده، اي دخان او اي حاجه، فالفرشه بيبقى واحده واحده. المكنه دي مفكوكه بالكامل علشان خاطر السربنتينه بتاعتها كان عليها تراب زي ما احنا شفنا كده، اتنشطت عشان التراب والزيت ينزل. ومن ناحية تانية البلور عشان كفاءة التبريد والهواء تزيد. بنشوف البلور التاني بيبقى عليه تراب زي ما احنا شايفين كده، ده تراب بس. التراب بس ده بنشطه بفرشة، أي فرشة عشان يتم على طول.